فمن هم الحوثيون الشيعة؟ ما هي قصتهم أصلا؟ كيف ظهروا؟ وما هي أوائل حربهم؟ وما علاقتهم بالزيدية؟ وهل هم 12 ممن هم على مذهب إيران أم إنهم زيدية أتباع زيد رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي الكلام عليه؟ أيها الإخوة الكرام، بدأت القصة في محافظة صعدة، وهي على بعد 240 كيلو مترا في شمال صنعاء. وأنت كلما مشيت شمال صنعاء اقتربت من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وهم أكبر في محافظة صعدة، فيها أكبر مجتمع للزيدية في اليمن. في عام 1986 أنشئ اتحاد الشباب في صعدة لأجل تدريس المذهب الزيدي، وكان من أوائل من درس فيه أحد علماء الزيدية وهو بدر الدين الحوثي. بدر الدين الحوثي هذا هو اليوم الذي تنسب إليه فرقة الحوثيين الذين يقاتلون أهل السنة والجماعة في الجنوب. هذا الرجل بدأ في البداية يدرس المذهب الزيدي، ثم بدأ بعض أبنائه وهو حسين بن بدر الدين الحوثي بدأ يكون له نشاط سياسي، فدخل في مجلس النواب اليمني وما شابه ذلك، وبدأ يظهر الزيدية، بدأ يظهرها سياسيا بعد أن كانت مسألة دينية ومذهبية بحتة. ظهر الخلاف بعد ذلك بين بدر الدين الحوثي وبين بقية علماء اليمن أو بقية علماء الزيدية تحديدا، وذلك أن علماء الزيدية كان كثير منهم معتدل. وهم بالمناسبة أيها الأفاضل المذهب الزيدي هو أقرب إلى أهل السنة والجماعة منه إلى المذهب 12 الشيعي. الزيدية لا يسبون الصحابة ولا يلعنون الصحابة ولا يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يعتقدون بعقيدة التقية التي عند الشيعة 12 ولا يعتقدون بالبداء على الله. البداء يقول الشيعة في شرح كلمة البداء، يقول الشيعة إن الله تعالى يقدر الشيء، يقدر أن يموت فلان مثلا، ثم بعد مضي وقت يبدو لله أن موت فلان فيه مفسدة فيؤخر موته فجأة. هذا لا يجوز على الله، يعني أن الله تعالى لا يدري ما سوف يقع، فيبدو له أن يغير ما كان أراده جل في علاه. الشيعة يعتقدون ذلك. لماذا اعتقدوه؟ لأنهم يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب، فيقول لهم الإمام مثلا سيموت فلان غدا، وهم يدعون أن يعلم الغيب، فإذا لم يمت فلان قالوا يا إمام أنت قلت أن فلانا سيموت ولم يمت، فيقول إنه قد بدا لله شيء، يعني أنا الله أخبرني أنه سيموت، لكن الله غير قراره لأنه اكتشف شيئا كان خافيا عليه. وهذا كفر بالله العظيم، ويعتقده الشيعة 12. الشاهد أن الزيدية لا يعتقدون ذلك، لا يعتقدون برجعة الأئمة بعد موتهم، لا يعتقدون بنقصان القرآن، قصارى ما عندهم بعض العقائد التي تخالف أولئك الشيعة 12، مثلا هم لا يعتقدون ما يعتقده أولئك من الكفر التام، لكن الزيدية يخالفون أهل السنة مثلا في تقديمهم لعلي رضي الله عنه على الشيخين الكريمين على أبي بكر وعمر، وهذا لا يخرجهم من الإسلام، بل يبقى اتصالهم بالإسلام، وهم يصلون صلاتنا، وهم أبعد الناس عن مذهب أولئك الشيعة 12. عجبا، إذن كيف تغلغلت الشيعة 12 في الزيدية، وكيف أفسدت التوحيد الذي كانوا عليه. لما ظهر الخلاف بين بدر الدين الحوثي وبين علماء الزيدية، وذلك أن علماء الزيدية كانوا يعتقدون أن الإمامة للناس والخلافة عليهم تكون في الأصلح من الناس، سواء كان من نسل علي وفاطمة رضي الله عنهما أو كان من عامة الناس. قال بدر الدين الحوثي لا بد أن لا يكون المتولي على الناس إلا من نسل علي وفاطمة، وبدأ يغلو في الأئمة ويدعي أن الإمامة محصورة فقط في آل البيت، وألف في ذلك كتابه الزيدية في اليمن، وضمنه شيئا من عقائد الشيعة. فلما كثر الخلاف بينه وبينهم وتحول الخلاف إلى مشكلة بينه وبين الدولة أيضا هناك، هاجر إلى طهران وأقام بها سنوات. عندها تمكن منه خلال تلك الأثناء، تمكن منه المذهب الشيعي 12، بدأ يتمكن منه المذهب
وبدأ يحاول أن يؤثر في أتباعه في اليمن، يحاول أن يؤثر فيهم بهذا المذهب، حتى بدأ هذا المذهب فعلا يتمكن من أولئك الحوثيين، حتى تحولوا من زيدية إلى شيعة 12 في كثير من عقائدهم. ثم توسط لبدر الدين الحوثي عدد من علماء اليمن، فرجع إلى اليمن. عندها بدأت المظاهرات التي قتل خلالها ابنه حسين بن بدر الدين الحوثي، وظهر عدد من الاضطرابات بسبب أولئك الشيعة. والسؤال أيها الإخوة الكرام، كيف استطاعت جماعة صغيرة في محافظة صعدة أن تواجه حكومة اليمن خلال سنوات، وأن تقاتل الجيش اليمني؟ واليمن وحكومة اليمن جمعت أكثر من 30,000 جندي، ومع ذلك أولئك لا يزالون يقاتلون وهم جماعة صغيرة. عجيب، من يدعمهم؟ من يمدهم بالسلاح؟ من يؤيدهم؟ من ربما يؤيدهم أيضا بالآراء والتخطيط؟ إنك إذا تأملت في ذلك وجدت أن إيران الشيعية هي الرأس في هذا، وذلك لأجل أن تحكم القبضة على بلاد التوحيد، لأجل أنك غدا لو تمكنت إيران من بلاد التوحيد وذهبت إلى البقيع لترين الأضرحة فوق القبور، ولترين الزائرين يطوفون عليها، ولا ترين بعينك من يسجدون لها. وقبل أيام معدودة، قبل أقل من سنة، لما قام عدد من الشيعة سواء من شيعة هذا البلد أو من شيعة إيران، لما قاموا بعدد من المظاهرات حول البقيع وبدأوا يرددون يا حسين يا حسين، يا علي يا علي، يا حيدرة يا حيدرة، يرددون عند المقابر. إذا كنت تريد أن تستعين بالله، أن تستعين وأن تستنصر عند المصائب، فلا تنادي إلا الله، ولا تستجير إلا بالله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تستغث إلا بالله. لماذا تنادي بشرا لا يسمع دعاءك إذا دعوته، ولا يجيب نداءك إذا ناديته؟ لكن هذا يدلك على الشرك. يلعنون أبا بكر وعمر، يتنقصون القرآن، يدعون أن عليا والأئمة رضي الله تعالى عنهم يعلمون الغيب، يعتقدون بالرجعة للأئمة، يعتقدون بالمهدية التي سيخرج فيها المهدي من السرداب وما شابه ذلك. بل إن بدر الدين الحوثي ادعى خلال المظاهرات الإمامة، ثم ادعى المهدية أنه المهدي، وقيل إنه ادعى النبوة أيضا، وهذا بلا شك أنه من غلو أصحابه فيه، كما قال الله تعالى عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. لولا أن قوم فرعون قوم سفهاء كانوا قابلين للاستخفاف، وإلا لما استطاع فرعون أن يستخفهم. فأولئك السفهاء الذين مع الحوثي لما كانوا قابلين للاستخفاف قال لهم أنا إمام، قالوا صدق. قال لا بل أنا المهدي، قالوا صدق. قال بل أنا نبي، قالوا صدق. فهم لما كانوا سفهاء قابلين للاستخفاف استطاع أن يستخفهم فأطاعوه. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء الحوثيين من تمسكهم بالتشيع أنهم خلال المراسلات بينهم وبين الحكومة اليمنية كانوا يصرون على أن يكون طرف حل المشكلة بينهم هو آية الله السيستاني. ما قالوا والله يحل المشكلة بيننا مثلا هيئة كبار العلماء في السعودية، لجنة الفتوى في الأزهر، إمام الحرم المكي، مجموعة من أئمة الحرمين الشريفين. يعني ما بحثوا عن من يجمع المسلمون على اعتبارهم مشايخ ودعاة وأهل علم، إنما ذهبوا إلى شيخ كبير زنديق فاجر في طرف من أطراف العراق وقالوا نريد هذا الرجل هو أن يأتي ليحكم بيننا. ولو كانوا يريدون الحق لبحثوا عن أهل العلم وعن أهل السنة وعن أهل القرآن الذين يعظمون القرآن، وطلبوا أن يكونوا هم الذين يحكمون بينهم. وإذا نظرت في قنوات إيران مثل قناة العالم التي أوقفت قبل أيام، وقناة الكوثر، وفي غيرها من القنوات، وجدت أنها تحاول أن تدعم هذا التجمع الحوثي الشيعي